كولر الجبان يهدي الدوري لبيراميدز. كولر يهدي الدوري لبيراميدز. بيراميدز طبعا متقدم 1-0 ولسه فاضل حوالي بتاع 3 دقايق، ولكن حتى لو الاهلي تعادل، يعني حتى لو الاهلي تعادل الماتش دوت هو ماتش الدوري، زي ماتشين السنه اللي فاتت كده، كان ماتش الرايح جاي، كان من الماتشات المتاجله، وما الاهلي فاز ضمن الدوري. النهارده برضو كولر الحمد لله بيدي الدوري لبيراميدز بعد اداء سيء، اداء سيء من اللعيبه واسوأ منه من المدرب. كولر بقى مفلس مع الاهلي، يعني كل اللعيبه اللي موجوده في الاهلي والناس دلوقتي بتحسد الاهلي على اللعيبه اللي موجوده معاه، وكولر مش عارف يستغلهم ومش عارف يعمل بينهم تجانس ومش عارف يخلي عندهم روح. كولر فرقه مطروده منها واحد بيلعب قدامهم، زي ماتش الدور الاولاني برضو مطرود منها، دخل فيه جول بقى النتيجه 2-0، وبعدين اللعيبه بقى بدات تفوق فبتلعب وفاقت وتعادلت، برغم ان الماتش كان في ايدينا وكنا المفروض نفوز الدور الاولاني، بس الحمد لله امام عاشور اللي مستواه بقى زي الزفت من ساعه ما بقى هو اللي بيلعب اساسي وانت معاك جنبك قفشه، يعني احسن صانع لعب دلوقتي المفروض انت مقعده. مش عارف مين بيلعب صانع لعبه في الاهلي، امام عاشور هو صانع اللعب؟ ده من امتى امام عاشور هو صانع اللعب؟ ما علينا، الحمد لله. يعني كولر كده خلص على الدوري ومش فاضل غير افريقيا. اداره الاهلي عملت معاه كل حاجه الا ان هي تشيله، يعني جابت له لعيبه وجابت له تدعيمات ولكن ما شالتوش، ودي بقى الحاجه اللي تحزن وتخلي الواحد اصلا زهقان. بس انا فرحان والله العظيم. انا اصلا كده اصلا ما كنتش هتفرج على الماتش، يعني انا اصلا كنت قايل مش هتفرج على الماتش تاني، لكن كولر دلوقتي اثبت لي ان وجهه نظري صح. المفروض ما اتفرجش على كوره او ما اتفرجش على الاهلي طول ما هو اللي ماسك النادي وطول ما هو اللي ماسك القياده الفنيه للاهلي. الاهلي معاه مفيش اي حاجه بيعملها، مفيش جمله اتعملت. فرقه كانت بتدافع قدامك انت سايبها، يعني هي فرقه اصلا مطرود منها واحد فبتدافع، لا انت بتسيبها، بتقول لها خدي الكوره واهجمي، كوره من هجمه مرتده وانت بتلعب زايد وبتفوز. الشناوي للمره الالف بيطير على الكوره ودراعه متني، للمره الالف الشناوي بيطير على الكوره ودراعه متني، مش فاهم في ايه. ما تعلمش الشناوي ان هو يفرد دراعه في الكوره اللي زي دي ولا ايه؟ انا ما اعرفش بصراحه، يعني انا ما اعرفش، بامانه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه بجد. كولر طول ما هو موجود في الاهلي اهو جون الهدف التعادل، زي ما انا بقول حتى هدف التعادل لا يشفع للاهلي، يعني حتى هدف التعادل لا يشفع للاهلي. تعادل فرق 4 بونت، هنستنى هدايا الفرق التانية. متخيل الاهلي اللي هو السنه اللي فاتت حط على بيراميدز رايح جاي، وكان هو اللي بيقول للبيراميدز انت كده هفوز، لا السنه دي بقى او الموسم ده او الدور ده او ال6 ماتشات اللي فاضلين انت مستني هدايا من المنافسين. اللي هو ازاي بقى؟ ان بيراميدز هيتغلب او يتعادل مع مين؟ مع الزمالك، متخيل؟ او مع المصري. انت واثق من الكلام ده كله؟ اللي هو اصلا قبل الموضوع والحدوته بتاعت الاهلي وانسحابه والكلام ده كله طلعت حاجات ان كده الدوري كان رايح للاهلي، فانت الماتش المباشر بينك وبينه اللي كان هيقربك ويخلي فيه نقطه واحده بس، لا انت متعادله وكنت مغلوب، يعني كنت مغلوب. فمتخيل انت وصلت نفسك لايه عشان خاطر لسه باقي على كولر؟ يعني فتره التوقف اللي كانت موجوده ديت كولر ده كان لازم يمشي، يعني كولر كان لازم يمشي من زمان. واللي انا مش فاهمه ليه اداره الاهلي متمسكه بيه لغايه دلوقتي، يعني ده هو اللي انا نفسي افهمه، ليه اداره الاهلي متمسكه بيه لغايه الان. طول ما كولر موجود في الاداره الفنيه للاهلي مستوى الاهلي يفضل كده، زي ما الجماهير شايفه وزي ما الجماهير اصلا مش مقتنعه. انا نفسي افهم اداره الاهلي هتعمل ايه مع كولر بعد الماتش دوت. ماتش مش محتاج حاجه، متخيل؟ جماهير واقفه جنبك وتخلي الحجر ينطق زي ما بيقولوا، والمدرب هو اللي ما عندوش جراءه عشان خاطر يلعب ب2 مهاجمين واحد مطرود منه، بيلعب بواحد مهاجم وتحتيه واحد، مش 2 مهاجمين صراحه. ده في الاخر كمان، مش ساعه ما الطرد يحصل لا، مع الاسف الشديد. النهارده الاهلي يهدي بيراميدز الدوري حتى بالتعادل ده. بيراميدز برضو
بقى قرب من الدوري بنسبه 60%.